في ملف آخر، تسببت الموجة الأخيرة من النزاع العرقي واضطهاد أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار في تشريد ما يزيد عن 22 ألف شخص ومقتل أكثر من 100 مسلم روهينجي على يد بوذيين في إقليم أراكان. منازل أقلية الروهينجيا المسلمة تعرضت للحرق والتدمير، وتمت ملاحقتهم إلى الزوارق التي هربوا فيها ولم يتمكنوا من الوصول بأمان إلى شواطئ مدينة أكياب أو بنغلاديش. قرى محروقة خاوية على عروشها، تلكم هي حالة مساكن أقلية الروهينجيا المسلمة في إقليم راكان بميانمار، مثلما هو الحال هنا في بلدة سيتوي. الناجون المحظوظون لجأوا إلى أحد المعابد البوذية، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، فالمسلمون فروا من جحيم العنف الطائفي والإبادة العرقية التي تتربص بهم من قبل البوذيين من عرقية الراخين وبمباركة السلطات العسكرية لميانمار، ليجدوا أنفسهم مجبرين على الرحيل مرة أخرى. تم إحراق جميع المنازل في هذه المنطقة، وتم تشييد جميع المسلمين من هذه المنطقة، والحكومة وقوات الأمن البرمية والبوذيين المتطرفين حددوا الموعد للمسلمين لمغادرة هذه المدن وللجوء إلى مخيم سيتوي. يعني حددوا 25 من أكتوبر الماضي، وقالوا وأعلنوا لو يوجد أحد من المسلمين بعد هذا اليوم يقتل ويعتقل. البر أمامهم والبحر وراءهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى بر الأمان في مدينة أكياب، فسفنهم بقيت عالقة وسط نهر ناف، والذين وصلوا إلى الشاطئ أمهلتهم قوات الأمن يوما واحدا للرحيل. كما تعرضت قواربهم للهجمات من قبل مجموعات بوذية وأوقعت ما يزيد عن 100 ضحية. لا خيار أمام اللاجئين المسلمين سوى الموت أو الغرق في عرض البحر، فقوات الأمن الحدودية ببنغلاديش منعتهم أيضا من الوصول إلى شواطئها. تتعرض أقلية الروهينجيا المسلمة للإبادة في صمت. رواية حكومة ميانمار تؤكد تدمير 3000 منزل خلال الأيام العشر الأخيرة، إلا أن المنظمات الحقوقية تؤكد أن الرقم أكبر بكثير من ذلك. أقلية الروهينجيا المسلمة شعب بلا وطن، يتفرج العالم على مآسيه، إلا أنه يكتفي بالتنديد ولا يحرك ساكنا. ومعنا من مكة المكرمة الإعلامي والكاتب الصحفي الأركاني صلاح عبد الشكور. أستاذ صلاح، حدثنا عما يصلك من معلومات حول الأحداث الأخيرة في ميانمار وتحديدا في أراكان. نعم، حقيقة ما يحصل في أراكان بورما وضع مأساوي للغاية، والعالم يتفرج على هذه الإبادة الشاملة التي تمارسها الحكومة بالتعاون مع العصابات البوذية، وهي تقوم بحرق قرى كبيرة. بالأمس كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن لقطات عبر الأقمار الصناعية. هذه اللقطات أظهرت حقيقة مناطق واسعة وشاسعة كانت مأهولة بالسكان، ثم في لمح البصر في غضون أسبوع تحولت هذه المناطق كما عبرت المنظمة أنها سوت بالأرض، لم يبقى فيها أي شيء يدعو للحياة. هذه حقيقة السياسة التي تنتهجها الحكومة، هي سياسة معلنة. الرئيس البورمي منذ بداية الأحداث أعلن أن هؤلاء الروهينجا لا مكان لهم في ميانمار، وأن مكانهم مخيمات اللاجئين أو يذهبون إلى أي دولة شاءوا. هكذا هم يعاملون حقيقة هذه العرقية المسلمة، ويطردونهم من بيوتهم ويحرقون قراهم ومزارعهم. حقيقة هذه الأحداث التي تحدث الآن ليست وليدة اليوم، بل في عام 1942 هنالك أكثر من 100,000 ضحية مسلم جراء هذه السياسة التي تمارسها الحكومة منذ ذلك الوقت. إلى وقتنا هذا حقيقة جميع الدول وقفت ساكتة، حتى دول الجوار لم تتحرك. هنالك حديث عن أطماع واستثمارات وشركات تحاول استغلال الموقف للاستثمار والتصالح مع حكومة بورما، لذلك نجد هذه السياسة مستمرة. وأنا أقول إذا لم يتحرك العالم. طيب، في ظل استمرار هذه السياسة أستاذ صلاح، هؤلاء الملاحقين والمطاردين ما الذي سيؤول إليه مصيرهم؟ لم أسمع السؤال. في ظل هذه السياسة واستمرارها ما الذي سيؤول مصير هؤلاء المطاردين والملاحقين إليه؟
والله حقيقة هم سيواجهون الموت بلا شك. الآن الحكومة تريد أن تبيد هذه العرقية بالكامل، فإما بالحرق وإما بطردهم في البحار. وليتخيل العالم كيف أن أكثر من 85 قارب متهالك يحمل آلاف الأسر. هذه القوارب أصبحت في عرض البحر بلا غذاء ولا مأوى. هؤلاء بلا شك سيغرقون. بل هنالك أخشى ما نخشى أن تمارس الحكومة البوذية الطاغية الميانمارية تمارس سياسة القتل المتعمد عبر حتى لا تكون هنالك أدلة فتغرقهم في البحار. هي الحكومة باختصار تريد أن تتخلص تماما من هذه العرقية بأي طريقة شاءت. طب ما الذي يمكن فعله الآن؟ ما هي الإجراءات، الخطوات أو حتى النداءات التي يمكن أن توجه في هذه المرحلة؟ نعم، حقيقة نحن نريد أن نوجه رسالة عاجلة وفورية أن تتحرك الدول العالمية كلها، الدول الغربية بالذات، تتحرك لإيقاف هذا النزيف ولإيقاف هذه الدولة المتجبرة وهذا الطاغوت الرئيس المتجبر الذي يبيد المسلمين. وأيضا هنالك دور للمنظمات سواء العالمية أو الإسلامية. حقيقة اسمحي لي لو تكرمتي، قبل يومين وصلت بعض الجهات الحقوقية، وللأسف لا توجد أي جهة حقوقية إسلامية. وهنا أيضا نوجه الدور للدول الإسلامية الكبرى للتحرك لصالح المسلمين ولتحريك هذه القضية حقيقة. نعم. وإجبار الحكومة على إيقاف مسلسل الدم الذي يجري في أراكان بورما. الإعلامي والكاتب الصحفي الأراكاني صلاح عبد الشكور حدثنا من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.